الماضي، وبالتالي في حالة تعطش للفوز عند الفريقين. وإن كان التاريخ بيقول إن على كل عاشق لنادي الزمالك إنه يبقى في قمة التفاؤل وهو بيشاهد فريقه بيلعب قدام المقاولين العرب. ده لأن آخر فوز للمقاولين على نادي الزمالك في بطولة الدوري كان من 15 سنة. أدي خطرة، لسه بتكلم عن آخر فوز، لسه بتكلم عن آخر فوز، وكان هيعملها عمر جمال، لكن تدخل على طول محمود حمدي، لكن تنشق الأرض عن صاحب القميص رقم 28 الونش المدافع محمود حمدي، واحد من الصفقات الناجحة اللي أبرمها لعبها عمر جمال. قصيرة عند الشيمي، اتقطعت من الشيمي، ياخدها طارق حامد. تشكيل الزمالك النهارده: ستانلي هايوتشي، ستانلي في اليمين لشيكابالا ورجله الشمال لجوه، رجله الشمال لجوه شيكابالا، شيكابالا يلعب العرضيه لستانلي لكن مقريه على طول من الشيمي. لسه مايوكا، مايوكا يحجز على كورته مايوكا ويرجع لمعروف. معروف واضح ان الضغط هيبقى عن طريق الرباعي مايوكا ومعروف وستانلي وشيكا. ادي العرضيه من معروف لكن يطلع على طول دفاع المقاولين العرب. لسه خطره لكن لقاء حلو، لقاء فاجئنا بيه عمر جمال في اول بدايه اللقاء بهجمه خطيره انقذها الونش. وادي ستانلي، ستانلي في الشمال في اليمين على طول لشيكا، شيكابالا وتصويبه لكن سهله على طول في ايد الحارس حسن شاهين. ابراهيم مره ثانيه يا ولد لشيكابالا، شيكابالا يا ولد يعدي من بين رجلين احمد الشيمي، تروح في الشمال لمعروف وتصويبه. اي حاجه من معروف يوسف. معروف يوسف 23 سنه اللي امامنا في الصوره ده، 59 لقاء وهدفين فقط مع نادي الزمالك. ادي شيكابالا، شوف شيكابالا عدى ازاي من ابراهيم الشايب ويلعبها المعروف، عنده هدفين بس في 59 لقاء مع نادي الزمالك في الدوري الممتاز. اذا لو سجل تبقى مفاجاه معروف يوسف، وفعلا ما عملش المفاجاه معروف. قدم طارق حامد او ابراهيم صلاح. ادي شيكابالا يلعب في اليمين لحسني فتحي، حسني لشيكا، هو اللي عنده الحلول في ظل وجود ايمن حفني على دكه البدلاء. يا ولد يا ابراهيم يا صلاح، استلم ابراهيم ويلعب في الشمال لمحمد ناصف، ناصف يلعب العرضيه. ماذا تفعل يا مايوكا؟ لو مدافع من مدافعي المقاولين العرب مش هتعامل معاها بالبراعه دي. مايوكا اللي قلت لحضرتك، لكن ابهى مسيره ليه مع يانج بويز في الدوري السويسري، لعب ايضا في ساوثهامبتون وفي سوشو وميدز في فرنسا. 56 لقاء دولي اللي امامنا في الصوره ده وعنده 11 هدف. اتلعبت على طول جمله، لسه خطره داخل منطقه الجزاء. فاروق لكن الجمله حلوه من لاعبي المقاولين العرب. اتلعبت لواحد من الحائط اللي يملك الحلول، شيكابالا لستانلي هايوتشي اللي بيهرب من الرقابه، ستانلي لشيكا عمل الوان وخد التو، ستانلي وقف على كورته وشيكا في مكان خطير جدا، تباطأ ستانلي يلعب العرضيه المايوكا وتدخل في تهور من مدافع المقاولين العرب خالد عبد الرازق. عبد العرضيه من شيكا واستلي الزمالك دافع فيه 900,000 دولار وإعارة سنة عشان دي. استلي وهايوتشي اللاعب اللي عنده في الدوري المصري 27 هدف لكن كلهم مش مع الزمالك، يسجل هدفه الأول في مسيرته مع نادي الزمالك بعد مرور 18 دقيقة. حاول عليها حسن شاهين في المرة الأولى ببراعة، لكن المرة الثانية والكرة الثانية استلي هايوتشي. المقاولين يستحوذ، المقاولين يسيطر، لكن الزمالك عن طريق شيكا. أدي شيكا والأسيست، 35 أسيست مع الزمالك وده الأسيست رقم 36. حسن شاهين حاول في المرة الأولى لكن استلي هايوتشي الثانية معاه تبتة مش الثالثة. الزمالك مدرسة الفن والهندسة، المدرسة الوحيدة في مصر اللي بتفتح في كل فصول السنة تفتح أبوابها ويسجل هدف الأول لنادي الزمالك استانلي هايوتشي. الهدف محمد فاروق وحسني فتحي بيقابلوا شيكا دور دفاعي ودور هجومي على أجمل وجه. شيكا يمكن في أول 20 دقيقة هو نجم الزمالك. أدي محمد ناصف ضم للقلب، يطلع على طول حسني بروح رياضية، يرجع الكرة على طول للحارس حسن شاهين. امامنا محمد صلاح في الصوره. حسن ماذا فعلت يا حسن؟ لو جت يا استلي. الكادر المخرج كان مع محمد صلاح وفجأة ضغط استلي هايوتشي. استلي اللي صام مع الزمالك في 6 لقاءات غاب منهم 2 صحيح للإصابة، النهارده كان هيسجل الهدف الثاني. حسن تعامل مع كرة الهدف بشكل مميز. شوف حسن مشي قد ايه، هو اللي بيروح لستانلي، هو اللي بيروح له وخد القرار انه يصوب بالقدم اليسرى اللي مش بيصوب بيها عاده. استلي لو كان بمزيد من التركيز استعجل استلي بارض احمد وجده والله في الرمق جده والدهن في العتاق جده، وهو نفس الستايل يقطع على القريب ويلدغ محمد ناجي جده. عنده لقب كأس الأمم أنجولا 2010 مع المعلم، شأنه شأن شيكابالا اللي كان موجود مع المعلم في أنجولا. ظهر محمد شوقي غريب، شيكا الاستلام ما كانش مميز،
يدخل على طول محمد فاروق تصويبه، عشان كده عمل التمريره لشيكا، شيكا القدم اليمنى ومايوكا والتدخل، ولسه خطره لسه خطره، وضربه مرمى ضربه مرمى. تباطأ الشيمي وتدخل ابراهيم صلاح في وقت ممتاز توصل لستانلي. لكن شوف شيكا لو على الناحيه الثانيه، عشان كده لما تلعب لاعب اشول الناحيه اليمين هي سلاح ذو حدين. صحيح قدمه اليسرى هتبقى داخل الملعب، لكن في الموقف ده مش هيقدر يصوب. شيكا عمل عرضيه، يتدخل خالد عبد الرازق وابراهيم عادل وينقذوا فرصه هدف اكيد من ستانلي اوهايوتشي. ادي ابراهيم عادل والشيمي في وقت اكتر من رائع قبل ابراهيم صلاح، تروح لستانلي اوهايوتشي اللي يصوب بالقدم اليسرى تعلو ولا طارق حامد، ولقطه يعني قد تشهد قرار. هنشوف ادي فاروق القدم اليسرى مش موجوده، لكن محمد الحنفي هل يعدي اللقطه اللي فاتت لطارق حامد؟ لو نشوفها مره ثانيه. محمد فاروق ما بدون داعي، محمد فاروق والتصويبه بدون كره اتقطعت منه، لكمه في وجه اسلام فؤاد بدون كره وبدون داعي. شفنا الجنبي دي، يعني حتى لو في الدوري المصري تعدي افريقيا ممكن الحاجات دي يبقى في وقفه عندها، وبالتالي لازم اللعيبه تاخد بالها. ادي جنش طوليه توصل للحارس حسن شاهين فرقيه، وزي ما رجع في لقاء انبي ادي العرضيه، لكن على طول بيطلع. يا ولد يا حسني يا فتحي، يا ولد يا حسني يا فتحي، يطلع حسني فتحي ضم وعمل التقنين الوحيدين اللي سجلهم اللاعبين المقاولين الموسم ده. ادي عمر جمال يلعبها لابراهيم عادل، لكن يطلع جنش، يا ولد يا جنش، ويطلع الكرة على طول الى ضربه ركنيه. جنش طلع ببراعه في دخل جنش، ما تفهمش في اللقطه اللي فاتت دي، لعب على المضمون يعني. للاسف اصيب زميله محمد ناصف اللي واقع امامنا في الصوره، نتمنى له يقوم بالسلامه. محمد ناصف هل وقع ولا لا؟ ادي محمد ناصف اللي واقع صاحب الشيب في وسط الملعب لعمر جمال. اسلام عدى، اسلام بيعدي زي ما هو عايز اسلام، وضربه حره مباشره لصالح اسلام فؤاد. فجاه المقاولين يفاجئ رايه ايه؟ محمد الحنفي وقف الحائط 10 ياردات، وفاروق يلعبها لكن ضعيفه، ومره ثانيه ترجع لابراهيم الشايب. اي حاجه تعلو عارضه الحارس محمود جنش. وادي محمد عوده امامنا في الصوره، وضربه الجزاء. فالحنفي لازم محمد فاروق يبقى اسرع، لان الحنفي ممكن يفاجئه ويصفر. هنشوف محمد فاروق بياخد كل وقته، مع ان مفيش وقت. محمد فاروق لسه لاعبي المقاولين عرب واثنين قدام الكوره عاملين ستار، ومحمد الحنفي منتظرهم لسه، كل ده منتظرهم. اتلعبت الضربه الحره المباشره رأسيه، يطلع حسني فتحي، وفي هذه الاثناء يطلق حكم اللقاء. ادي طارق حامد يلعب البينيه لمايوكا، تروح لستانلي اوهايوتشي، ستانلي والشيمي، ستانلي ظهره المرمى، ستانلي يحضن على كورته ستانلي، وياخد ضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك. حسن شاهين المدافع ابراهيم عادل بيكلم زمايله، عرضيه على طول اتلعبت، ما خرجش حسن شاهين، وعرضيه صعبه انه يخرج يتعامل معاها، تروح لخالد عبد الرازق. معروف يلعب تمريره ارضيه، ولسان حال محمد صلاح اعمل معروف، مرر صح. شيكابالا والقدم اليسرى كان ضعيفه من شيكابالا، سهله للحارس حسن شاهين. ادي شيكابالا اللي امامنا في الصوره، حس بالبرد غير من القميص. مفيش خطأ على مايوكا، ضغط القوه، قال لك لا يفل الحديد الا الحديد. الشيمي ضغط على مايوكا بالقوه واستخلص، تنزل لطارق حامد، يغير ملعب في الشمال عند محمد ناصف انطلاقه من ناصف، عارف الملعب ده كويس ناصف ملعبه، يلعبها لشيكا، يا ولد يا ناصف، شيكا، لكن يا ولد يا خالد يا عبد الرازق، شيكا ما بصش، لو كان بص كان موجود مايوكا وكان موجود محمد ناصف، لكن عبد الرازق كان ناصف يا ولد يعدي بسهوله وبسلاسه، يلعبها المعروف، يلعب العرضيه معروف، يا ولد يا شاهين، لسه عند ابراهيم صلاح. ابراهيم هيعمل فيها ايه؟ في قرار احتسبها ايه محمد الحنفي، هل ضربه حره مباشره ولا تسلل؟ اللقطه اللي فاتت ادي الحارس الصغير في السن حسن شاهين 23 سنه، وادي رايه المساعد الثاني عبد الفتاح 10 اطقم احدى الشركات الهولنديه، ورفع رايته عبد الفتاح ريش تسلل، لقطه صعبه. في اليمين عند ابراهيم صلاح، ابراهيم لشيكا في كل حته، شيكا النهارده، شيكا يطلع حسني يلعب العرضيه حسني، لكن التمركز من الاثنين المهاجمين، واحد كان على العرضه القريبه والثاني ما كملش، ومعروف كان واقف على حدود منطقه الجزاء على استحياء. احمد علي بمنتهى الثقه وبثقه يحسد عليها، رجع كورته على طول للحارس حسن شاهين. شوف العرضيه، واحد قطع على قريبه ابيض ومفيش حد هنا خالص، احمد علي بثبات، تصويبه من محمد فاروق، اي حاجه تعلو عرضه الحارس محمد فاروق،
عمر جمال يلعب الركنيه لابراهيم الشايب، ترجع لعمر، مفيش تسلل. عمر يلعب العرضيه، ما تعديش من ابراهيم صلاح، يتفادى الركنيه معروف، تنزل مره ثانيه لعمر. هل في دفعه من طارق حامد؟ في دفعه من طارق حامد، ضربه حره مباشره. الانسجام في نادي عن غير نادي. ادي عمر جمال لعب العرضيه، خطر على حدود منطقه الجزاء، تصويبه من ابراهيم الشايب، فيش تسلل. لو حطه في ظهره خطره. فاروق في كل حته، فاروق كان في اليمين راح في الشمال، فاروق مزعج. يسند فاروق لابراهيم الشايب، الشايب يلعب العرضيه داخل منطقه الجزاء. اسلام في لمسه يد على تسلل القرار، وفي تغيير مرسي باقي للرياضه. ادي ستانلي اوهايوتشي، ستانلي داخل منطقه الجزاء، لكن يقطع محمد شوقي غريب. ضغط من لاعبي الزمالك، تروح لستانلي مره ثانيه، معروف يخرج في الشمال. ناصف يلعب العرضيه، حسن شاهين يطلع. حسن البوكس ما كانش قوي من حسن، وكان في المنتصف على أسوأ ما يكون، لكن من حسن حظه تروح على الجنب لشيكابالا. عمل فنت من 1 2، شيكا ومعروف ادى الادفانتج، وشيكا بيقول له انا مش عايز ادفانتج لمعروف. معروف عمره ما بيسجل، ادهاني انا ضربه حره مباشره، سيبك من معروف وخليك معايا انا. لكن كاتو امام المقاولين العرب كلاعب. نشوف بس العرضيه بتاعت محمد ناصف، يلعب العرضيه ورأسيه، لكن بتروح فين على يمين الحارس حسن شاهين. اسماعيل يوسف كان سجل بقميص الزمالك. ادي عرضيه ناصف والرأسيه من باسم ولا ابراهيم صلاح، تخرج ركنيه. سجل موسم 93 94 تحديدا في الدور الثاني اسماعيل يوسف لما فاز الزمالك 2-1. كان اسماعيل يوسف وايمانويل، مش مايوكا بقى. تشوف العرضيه بس من شيكابالا، ادي العرضيه من شيكابالا والرأسيه سهله في ايد حسن شاهين. ايمانويل عن ايمانويل يفرق. زامبي من نيجيريا يخاف يدخل عليه على طول الخط. شيكابالا يتلاعب بشوقي، شيكا كتير كده، يا شيكا مش ممكن. لو كانت هدف كان عنده استعداد محمد شوقي غريب يدفع ثروته كلها ويتحذف من على اليوتيوب الهدف ده. شيكابالا عمل كل حاجه مع محمد شوقي غريب في اللقطه اللي حسني فتحي يلعب العرضيه، الله، هدف على طريقه محمد رمضان. يا سلام يا ابراهيم يا صلاح، ايه ده؟ ما عرفش عنه ابدا انه يلعب براسه. يوم ما يلعب براسه يلعب كده، كنت مستخبي فين؟ هدف ده جمال عبد الحميد ولا محمد رمضان ولا علي ابو جريشه؟ مين اللي لعب الرأسيه دي؟ رأسيه من على حدود منطقه الجزاء، والعرضيه من حسني فتحي. يا ولد يا ابراهيم يا صلاح، هدف ولا اروع. شوف الهدف، شوف منين. يا ولد يا ابراهيم. بقول لحضراتكم اللي ما شافش جمال عبد الحميد واللي ما شافش محمد رمضان هم اللي كانوا يقدروا يعملوا دي من المكان ده. يا ولد يا ابراهيم يا صلاح. الجول التالي لنادي الزمالك ولا المقاولين راح فين؟ باسم لشيكا شيكا يستحق بهدف عالمي. شيكا الدينهو، شيكابالا. يا ولد يا شيكا. قلت زار شباك المقاولين قبل كده مرتين، ودي المره الثالثه، وقلت انه يستحق ان هو يتوج مجهوده. الزمالك اللي ما عملوش في 76 دقيقه لعب يعمله في دقيقتين. في الدقيقه 75 ابراهيم صلاح، وفي الدقيقه 76 شيكابالا. مش ممكن. لكن التمريره من باسم، يا ولد يا شيكا. الجول كله جماله في اللمسه الواحده. برونو ميتسو قال لك، عبد الكريم ميتسو قال لك دربت فديجه ودربت الحاج ضيوف، لكن لاعب بقيمه ومهاره شيكابالا في القاره الافريقيه ما شفتش. شوف حاططها كأن لاعب باسكت بيحط ثلاثيه. شوف شيكابالا، يا ولد يا شيكا، يا ولد. 3 الزمالك لا شيء المقاولين العرب. الزمالك بالثلاثه يتفوق على المقاولين العرب 3-0. يعني استعراضيه.